يا ترى الراحة الحقيقية في جلسة علاج نفسي ولا في سجدة طويلة مع ربنا سبحانه وتعالى؟ في علم النفس في حاجة اسمها ريزيلينس أو مرونة نفسية، وهو في الإسلام التوكل على الله عز وجل والتسليم لله عز وجل. انت بتسلم امرك لله عز وجل وبتتوكل على الله عز وجل، فبتعمل حاجة اسمها ريليف او تخفيف للضغط والقلق اللي دايما على عقلك. حتى تمارين الجراتيتيود او الامتنان اللي طالعه ترند في الفتره الحاليه هي اصلا مش ترند ولا حاجه، ده اساس وجوهر الحمد لله عز وجل. لما تعود عينك تشوف النعم انت بتعمل ريوايرن او اعاده برمجه لمخك، يعني بتعود مخك يركز على الايجابيات او عينك تركز على الايجابيات. وربنا سبحانه وتعالى علمنا ده في ديننا قبل اي حاجه، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم. وخلاصه احنا محتاجين الاتنين، محتاجين التولز العمليه اللي نقدر نمشي عليها في حياتنا، ومحتاجين الايمان الحقيقي اللي حرفيا من غيره مش هنوفق في اي حاجه في حياتنا. السكينه الحقيقيه بنوصل لها لما بنشتغل على نفسنا صح، في نفس الوقت بنكون مسلمين امرنا لله عز وجل. لو حسيت بالكلام ده او لمس قلبك اكتب كلمه سكينه في الكومنت. السلام عليكم.